اتشي كان قاعد ولقى بيبي حبيبته واقفه قصاده، ولما حاول يكلمها ما كانتش بترد عليه خالص وسابته ونزلت الميه. خاف عليها ونزل عشان يشوفها بس هي اختفت وعمال بينده لها ومش فاهم هي راحت فين ومش عارف يعمل ايه. صحي مخضوض واللي شافه ده كان حلم. هو دلوقتي في الطياره كان بقاله كام سنه قاعد في لندن وسابها ومسافر تاني برشلونه اللي هي دي اصلا البلد بتاعته. والست اللي قاعده جنبه بتقول له مين بابي اللي انت كنت بتنده لها وانت نايم؟ فبيقول لها ان بابي دي كانت حبيبته وسابته ومشيت عشان تتجوز واحد تاني. الست بتقول له بس اكيد الحكايه مش هتخلص على كده وهيبقى في نهايه سعيده. ولما وصل اخوه كان مستنيه عشان يوصله البيت وقاعدين يهزروا مع بعض عشان بقاله فتره طويله ما شافوش. زعلان وبيبص على صوره صاحبه اللي مات لانه كان بيحبه ومتعلق بيه، وهما الاتنين بيحبوا سباق الموتوسيكلات، بس صاحبه عمل حادثه بالموتوسيكل بتاعه وكان ده سبب موته، ومن ساعتها ما كانش بيسوق الموتوسيكل بتاعه، ودي اول مره هيمشي بيه من ساعه اللي حصل. قابل كاتينا صاحبته وقاعدين بيتكلموا بس فجاه شالها وبيضحكوا مع بعض. مفيش حاجة ما بينهم لكن هم صحاب قوي. وفي واحدة كانت قاعدة صورتهم وهم مش واخدين بالهم ومتابعاهم وعمالة تبص عليهم. سلموا على بعض واتفقوا ان هم يبقوا يتقابلوا تاني. خد الموتوسيكل بتاعه ومشي، والبنت اللي كانت صورتهم مشيت وراه بالعربية بتاعتها. وقف في البنزينة وساب الموتوسيكل بتاعه ودخل بيتكلم مع واحد صاحبه شغال جوه، وهي جت وكانت بتبص عليه فما خدتش بالها وخبطت له الموتوسيكل. حاولت تمشي بس ما لحقتش، وهو جالها وركب جنبها وخد منها المفاتيح بتاعة العربية عشان ما تقدرش تمشي. خد الموتوسيكل بتاعه وقفه على جنب وبعد كده خد العربيه بتاعتها ومشي. وهي اتخضت وكانت بتحاول تلحقه بس هو بيهزر معاها ووقف وعمال بيستفز فيها. قال لها ان هي تيجي معاه عشان يقعدوا مع بعض في مكان وياكلوا حاجه. ماشيين وبيتكلموا وهو قال لها ان اسمه اتشي وهي بتقول له ان اسمها جين. واول ما سمع اسمها قعد بيضحك عليها عشان الاسم ده قديم شويه. فبيقول لها وانت عندك 80 سنه ولا ده اسم جدتك وانت واخداه منها؟ فقامت لطشاه على وشه بالقلم وقاعدين يغتتوا على بعض وبيضحكوا. بتقول له خد بالك مني وما تستفزنيش لان انا بلعب تايكوندو كويس، يعني ممكن اديك بسن الجزمه بتاعتي في وشك اخلولك كله دم. ما اداش اهتمام للكلام اللي هي بتقوله ومشي بالعربيه بسرعه ونزل في حفره فيها ميه وقعد يجيبها يمين وشمال وبهدل لها العربيه وبهدلها هي كمان. اتصدمت لما شافت شكل العربيه وبتقول له انت اللي هتنضفها ولو فيها اي حاجه باظت انت اللي هتعملها على حسابك. وصلوا المطعم واصحابه كانوا موجودين هناك. عرفهم على جين بس في واحد من اصحابه قعد يتريق على اسمها. اتشي قال له خد بالك عشان دي بتلعب تايكوندو. مفيش فايده فيه، قعد يضايقها. اتضايقت جامد وضربته في وشه غصب عنها. وشه اتبهدل بس هي ما كانتش تقصد تعمل كده وهو اللي استفزها. قاعدين بيتعشوا وبيضحكوا سوا ومبسوطين، وفي واحد حدف عليها حاجه من الاكل وهي كمان ردت عليه، وكلهم قاعدين يلعبوا وبهدلوا الدنيا خالص. بعد ما خلصوا السهره بتاعتهم وصلته البيت. طلب منها رقم الموبايل عشان يبقوا يتكلموا. قالت له لو قدرت تاخد نمرة العربية وهي ماشية هديلك رقم الموبايل والعنوان كمان. سابته ومشيت فجأة وكانت قاعدة بتضحك عليه. شاف بابي اللي كان بيحبها ومعاها واحد ما يعرفوش وكان مستخبي عشان محدش ياخد باله. ولما طلعت البيت كانت بتبص على نفس المكان اللي اتشي كان بيقف فيه، زي ما يكون قلبها حاسس انه موجود مع انها ما شافتوش. اتشي بيحب يلعب ملاكمة وهو دلوقتي في التمرين بتاعه. في واحد هناك جه كلمه وهو ما يعرفوش، بس لما شاف ان اتشي بيلعب ملاكمة حلو اتحداه وطلب منه انه يلعبوا ماتش دلوقتي. اتشي جاي يسلم عليه خبط ايده وخلاه يخبط نفسه في وشه عشان يستفزه، وعمال يقول له كلام مش حلو عشان يضايقه. ضربه ووقعه. اتشي خلاص ممسكش اعصابه وضربه وبهدله، وكان هيديله بايده جامد في وشه بس اتحكم في نفسه وما عملش كده وقال له انا اسف ما تزعلش اصلي متعود على خناق العصابات. قابل ابوه كان باين عليه انه زعلان منه. ابوه اداله كارت لواحد صاحبه عشان يكلمه وقال له كلمه عشان هو محتاجك تشتغل معاه. اخت بابي كانت بتكلم حبيبها شيكو في التليفون، وبابي كانت سامعاها وهي بتتكلم عليها وعلى العلاقه بتاعتها اللي باظت هي واتشي. بابي بتقول لها تاخد بالها من شيكو عشان ممكن ما يكونش بيحبها زي ما هو مفهمها. قالت لها انت بتنصحيني على اساس ايه؟ وانت اصلا العلاقه بتاعتك مع اتشي الدنيا باظت فيها وما كملتش. قابل مارسيلو صاحب ابوه، هو بيشتغل مخرج في المسرح وطلب منه انه يشتغل معاه هيبقى المساعد بتاعه. خبط بالصدفه في واحده ولقاها جين كانت موجوده في نفس المكان. طلعت تغني وهم كانوا عاملين لها امتحان ولقوا انه صوتها حلو فاشتغلت معاهم. بعد ما خلصت كانت مستنيه اخوها عشان يوصلها بس ما جاش. اتشي بيقول لها انه هيوصلها. ركبت معاه وبيقول لها تمسك فيه كويس، بس هي مسكت في المكان اللي في ظهر الموتوسيكل. وهم ماشيين كان باين عليها انها مبسوطه ومسكت فيه. وصلها عند البيت وبيقول لها هاتي فلوس عشان وصلتك. فبتقول له بس انا مش معايا فلوس دلوقتي وخليها بقى التوصيله اللي جايه. نزل فتح لها الباب ودخل معاها جوه، بس فجاه قالت له انه يستخبى عشان امها جت ولو شافته انه موجود هنا هتعمل مشكله. دخلته جوه الدولاب وبتقول له اوعى تعمل صوت. سابته شويه في الدولاب بس
وبعد كده شافها ماشيه لوحدها ومفيش حد موجود معاها. نده لها وقال لها هي فين مامتك، فقالت له ان هي كانت بتضحك عليه ومفيش حد موجود اساسا. طلع يجري وراها ومسكها وقاعدين بيضحكوا سوا ووقعوا عليهم اللوحه اللي كانت موجوده جنبه. اخوها جه يسلم عليه وهو ماشي بيقول لها ان هم هيبقوا يتقابلوا تاني. بتقول له اكيد، ما احنا بقينا شغالين مع بعض في مكان واحد. بتقول لاخوها هو انت ليه ما جيتش عشان توصلني؟ قال لها انا جيت بس صاحبك ده اداني 50 يورو عشان امشي واسيبك، وصرفت منهم 20 وباقي 30. اتشي سهران في الديسكو وشاف الواد المستفز اللي كان لاعب معاه ماتش الملاكمه وبيقول له من بعيد كده انه عاوز يتكلم معاه عشان يفهمه حاجه مهمه بالنسبه له، واتشي ما اداهوش اهتمام خالص. وكاتينا كانت موجوده معاه وسالته مين ده، فقال لها ان ده ولا حاجه وما تشغليش انت دماغك، خلينا بس احنا ننبسط ونكمل السهره بتاعتنا. كانت عاوزه تبوسه بس هو مرضاش عشان هم اصحاب بس، وقالت له انا اسفه انا شكلي شربت جامد وعملت كده غصب عني، عشان اتخيلته انه حبيبها اللي سابها. قابل باولو وقعد يتكلم معاه وده اللي هو حبيب كاتينا. واتشي بيقول له ان هي كانت سهرانه معاه في الديسكو من شويه وكانت بتسال عليك وانت كنت وحشها قوي وكان نفسها تشوفك. باولو قال له طب بالنسبه لموضوع بابي ممكن تحاول تنسى اللي حصل وتكلمها تاني، بس فجاه وهو بيتكلم معاه اختفى من جنبه وطلع انه قاعد عند القبر بتاعه. باولو ده يبقى صاحبه اللي مات في حادثه الموتوسيكل. تاني يوم لقاها موجوده في نفس المكان اللي بيتمرن فيه ملاكمه، بيفهمها تتمرن ازاي بس ضربته وبتقول له تعالى نلعب ماتش دلوقتي وانا هبهدلك. ابتدوا الماتش وضربته في وشه وهو مش راضي يلعبها بجد عشان ما يضربهاش عليها لانها مش هتستحمل، وخبط ايديها كده خبطه خفيفه خلاها هي اللي تضرب نفسها في وشها. طلعت على ظهره وعماله تضربه. صاحب المكان جه وبعدها عنه وقال لها ما ينفعش اللي انت بتعمليه ده وامشي بقى من هنا. اصحابه بيهزروا معاه وحطوا الشامبو في عينه، ما بقاش شايف حاجه وبيقول لهم يسكتوا بقى عشان عاوز يلحق جين قبل ما تمشي. ضحكت لما شافته كده وبتقول له خلاص هنتقابل بالليل وننزل شويه سوا، بس قبل ما نكمل اللي حصل عاوز اقول لكم ان في جيف اواي على 10 اكونتات نتفليكس عشان تشوفوا كل الافلام والمسلسلات اللي انتوا بتحبوها كامله وبأعلى جوده. وعشان تدخل معانا المسابقه دي اعمل لايك للفيديو وسيب تعليق، ولو الفيديو خلال اسبوع وصل ل 30,000 لايك هنبتدي نختار الناس اللي كسبت بشكل عشوائي وانت ممكن تكون واحد منهم. واشترك في القناه وفعل الجرس عشان ده بيشجعني اعمل لك ملخصات اجمد من كده. بالليل عدى عليها وكان معاه العربيه بتاعت اخوه وخدها مطعم حلو وقاعدين ياكلوا سوا، وهي كانت مبسوطه قوي معاه وعلاقتهم زادت دلوقتي اكتر من الاول. اخت بابي بتقول لها ان هي دخلت في علاقه مع شيكو عشان كانت فاكراه بيحبها بجد، بس بتقول لها ان هي كلامها طلع صح وشكله فعلا كان بيتسلى. بابي بتكلمها عشان تحاول تخليها تهدى وتنسى اللي حصل. بالليل كانت بابي موجوده في الديسكو وشافت كاتينا هناك، حضنتها وسلمت عليها عشان ما تقابلوش من زمان من ساعه ما سابت اتشي. بابي سالتها على اتشي فقالت لها انه جه من السفر وقعد في البيت بتاعه القديم. اتشي جه ومعاه جين وعرفها على كاتينا. كاتينا بتقول له ان بابي كانت هنا من شويه وسالت عليه، حاول يلحقها وقعد ينده عليها بس طلعت ان دي واحده تانيه وبابي خلاص كانت مشيت. تاني يوم كان في الشغل بتاعه في المسرح وجين كانت هناك وقاعده بتعاكسه وبتهزر معاه. بعد ما خلصوا وصلها البيت وكان مديلها الجاكيت بتاعه وقال لها خليه معاكي، واتفقوا ان هم هيبقوا يتقابلوا الساعه 9 بالليل. بابي كانت قاعده بتتعشى مع العيله بتاعتها، بس فجاه اخت بابي قعدت تعيط وبتقول لهم ان هي حامل. امها زعلت وكانت صدمه بالنسبه لهم كلهم. جين استنت اتشي بس ما جاش الساعه 9 زي ما كانوا متفقين. كانت متضايقه وروحت البيت تاني وعماله بتتصل بيه، لقيت انه ناسي الموبايل في الجيب بتاع الجاكيت اللي مديهولها، وفي نفس الوقت كانت بابي بتتصل بيه وجين كان معاها التليفون فردت عليها. بابي بتقول لها ان هي صاحبته وطلبت منها تكلمه، بس جين فهمتها انه نسي الموبايل بتاعه في الشغل وهو كان في المستشفى عشان امه تعبت وكان بيشوفها. جين كانت زعلانه وقاعده في مكان لوحدها، بس اتشي عارف مكانها من اخوها، راح لها وقال لها انه ما جاش زي ما اتفقوا عشان حصل عنده حاجه صعبه. بتقول له انت شكلك لسه بتحب بابي. قال لها خليكي واثقه فيا شويه، فسالته لو هو كمان بيثق فيها، وعشان يثبت لها ده خلاها هي اللي تسوق الموتوسيكل مع انها ما بتعرفش تسوق. هو علمها شويه وكانت ماشيه بسرعه ومبسوطه، وبتقول له الموتوسيكل بتاعك شكله حبني، بس هو عمل حاجه مجنونه وطلع واقف فوق الموتوسيكل وهي كانت خايفه عليه احسن يقع ويحصل له حاجه. اديت له التليفون بتاعه فقال لها اكيد انت بصيتي فيه وشفتي مين كلمني زي ما اي ست بتعمل. فقالت له لا بس انا مستحيل اعمل كده، وهو اكيد ما كانش مصدق. حط قفل مكتوب عليه اساميهم عشان ما ينفصلوش عن بعض خالص، وبس المفتاح وحدفه في الميه. اتشي كان قاعد مع جين واخوها وكاتينا، شاف الواد المستفز ده تاني واتضايق لما شافه واخد الموتوسيكل بتاع صاحبه باولو اللي مات، والواد ده بيقول له ان باولو كان عليه فلوس ليا فخدت الموتوسيكل بتاعه. كلامه مستفز قوي، واتشي قال له ان باولو ما كانش عليه فلوس لحد وانت بتكذب. كان هيضربه خلاص بس جين خلته يهدى ويمشي معاها، وبعد كده جين طلعتهم فوق السطح بتاعها وقاعدين يلعبوا ومبسوطين، قاعدين بيتكلموا بس كاتينا كان شكلها زعلان.
عشان حاسة إن هي مش قادرة تكمل حياتها بعد ما باولو مات. وفجأة قامت وعاوزة تموت نفسها، بس أخو جين مسك إيديها وخلاها تنزل. تاني يوم في الحفلة جين كانت بتغني، واتشي شاف بابي هناك فساب جين ومشي معاها. قعدوا يتكلموا مع بعض ودخلوا في علاقة. وهما في العربية بابي بتقول له إن هي الشهر اللي جاي هتتجوز. قال لها إنه بيتمنى لها إنها تكون مبسوطة مع جوزها وسابها ونزل. وصل الحفلة تاني وكان عمال بيبص على جين بس مش لاقيها. أخوه قال له إن هي نزلت في المكان اللي تحت عشان تشوفك لما أنت اختفيت. اتشي نزل المكان ده وعمال بينده عليها، سمع صوتها فكسر الباب وشافها في وضع مش كويس وفي ناس ماسكينها غصب عنها. ضربهم وقال لها تمشي دلوقتي. كانت بتبص له ومش عاوزه تسيبه، بس قال لها لازم تمشي. مسكهم وقعد يضرب فيهم وكان هيموتهم. مارسيلو جه وقال له كفايه كده، بلاش تموت حد وسيبهم، احنا هنسلمهم للبوليس. جين لما بصت في عينيه اتاكدت انه كان بيخونها، وهو حتى ما اتكلمش وما قالش حاجه وكان عمال بيعيط وزعلان. خد الموتوسيكل بتاعه ومشي وهو في حاله مش كويسه خالص. اتكلم مع الواد المستفز واتفقوا ان هما يعملوا سباق، ولو اتشي كسب هياخد منه الموتوسيكل بتاع باولو صاحبه. السباق ابتدى وماشيين بسرعه عاليه والارض كلها ميه والجو ما كانش حلو. اتشي كان هيكسب، بس قبل ما يوصل لنقطه النهايه وقف فجاه، والواد المستفز ده ما كانش فاهم هو عمل ليه كده. خد الموتوسيكل بتاع باولو واداله الموتوسيكل بتاعه، وفجاه شاف ان باولو راكب معاه الموتوسيكل وبيقول له انه مسامحه. خد الموتوسيكل ومشي بسرعه جامده ونط بيه في الميه. اخو جين وكاتينا شكلهم معجبين ببعض وممكن يبقى في حاجه ما بينهم. اتشي كان قاعد وجين جت كلمته وكده يبقى هي هتديله فرصه تانية. هتلاقيني سايب لك اسم الفيلم وكل التفاصيل في اول تعليق. اشترك في القناه وفعل الجرس، واحلى سلام عليك يا باشواتي.